السلام عليكم الاخوات، كديرين؟ لاباس؟ نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير في تمام الصحه والعافيه. كيف ما كتشوفوا معايا اليوم غنقدم لكم كيكه. صراحه هذه الكيكه اللي كتجي رائعه، لذيذه وسهله التحضير. تبعوا معايا المقادير وطريقه التحضير. بالنسبه للمقادير هنا غنحتاجو 2 بيضات. البيض دائما يكون بحراره المطبخ، وكاس مع مرش ديال الزيت، كاس مع مرش ديال السكر حبيبات، وكاس ديال الماء يكون دافي، وواحد ساشي ديال الفاني، وجوج خمارات ديال الحلوى، وقبيصه ديال الملحه. وعندي هنايا التمر، تقريبا 10 الحبات ديال التمر، وشويه ديال الكركاع. في الخلاط الكهربائي كنخلط كل شيء بدقه واحده، البيض والسكر والزيت والماء وقبيصه ديال الملحه وكاع المكونات اللي ذكرت معكم كامله كنطحنها في هذا الخلاط الكهربائي. الماء يكون دافي باش هكا يطلع لينا واحد الكيك، يجي واحد الكيك اللي يكون خفيف. والكركاع والتمر التمر هنا راح يتليه العظم، ضروري باش ما تخسروش الماكينه ديالكم. صافي هنايا كنخلط كل شيء، كنخلط مزيان حتى تنسجم جميع العناصر. صافي هنا بعد ما خلطنا الخليط مزيان في داك الخلاط الكهربائي كنكبو في واحد الاناء. كيف ما كتشاهدوا معايا الخليط راه كيكون مطحون مزيان، وكنضيف ليه الدقيق. هنا راه نسيت ما ذكرت معكم الدقيق في الاول. كيف ما كتشوفوا هنايا كنغربل الدقيق. هنا احتاجيت كاس ونص ديال الدقيق، تقدروا تحتاجوا اكثر، كاس ونص حتى 2 كيسان على حسب نوعيه الدقيق. كي كتعرفوا راه كاين الدقيق اللي كيتشرب، كاين الدقيق اللي ما كيتشربش. المهم كنخلط مزيان هي بالخلاط اليدوي. صافي وكنبدا نضيف الدقيق شويه بشويه. كي قلت لكم هنايا جاتني كاس ونص ديال الدقيق وجوج خمارات ديال الحلوى حتى هما كنضيفهم وكنخلط مزيان. كنخلط مزيان حتى نحصلوا على واحد الخليط اللي يكون على هذا الشكل هذا، ما يكونش ثقيل وما يكونش خفيف. المهم هنا كنوريكم قياس ديال الكاس باش عبرت الدقيق. المهم انا جاني كاس ونص. صافي من بعد نشد المول اللي غيدخل الفران، كندهنو بالزبده وكنرشو بشويه ديال الدقيق. وكندخلو الفران اللي كيكون شال على 180 درجه، وكنراقبها حتى تتحمر من التحت ومن الفوق، وكتقدموها بالصحه والراحه. هذا هو الشكل النهائي ديال الكيكه ديالنا، صراحه كتجي رائعه. انا زينتها بالكراميل وشويه ديال الكركاع من الفوق، صراحه كتجي خفيفه ولذيذه. شوفوا القوام ديالها كيفاش داير من الداخل، كتجي رطبه وهشيشه. وصلنا لنهايه الفيديو. نتمنى الوصفه ديال اليوم والاقتراح ديال اليوم ينال اعجابكم. دمتم في رعايه الله، الى فيديو قادم ان شاء الله.